تخيل إن في شخص ظهر على الإنترنت سنة 2000 وقال إنه مسافر عبر الزمن من سنة 2036، وبدأ يتكلم عن نهاية العالم، حروب واختراعات لسه ما حصلتش. والمرعب إن بعض اللي قاله بدأ يتحقق فعلا. مين هو جون تايتور؟ هل هو مخادع ولا فعلا رجع من المستقبل؟ تعالوا نعرف القصة الغريبة دي من البداية للنهاية. أول ظهور ليه كان من منتديات أمريكية سنة 2000 تحت اسم جون تايتور. قال إنه جندي من سنة 2036 رجع بالزمن لسنة 1975 عشان ياخد الكمبيوتر القديم اسمه IBM. السبب الجهاز ده الوحيد اللي يقدر يحل مشكلة في أنظمة 2036. قال إنه استخدم آلة زمن صنعتها شركة جنريتال إلكتريك، وصفها بدقة، تحتوي على مكونات مثل بلاك هول مينياتشر ودوائر طاقة، بتشتغل على سيارة شيفروليه موديل 1987. قال إنها بتنتقل بمعدل سنة في الدقيقة. تنبؤات غريبة حصلت زي حرب أهلية في أمريكا تبدأ من سنة 2004 وتنتهي في 2015، انهيار الحكومة المركزية وعودة المجتمعات الصغيرة، حروب نووية سنة 2015 تموت فيها ملايين، تنبأ باختفاء الإنترنت بشكلها الحالي وده اللي حصل معانا دلوقتي. قال إن جوجل هتتحول لحكومة مراقبة ضخمة. الردود والشكوك بقى كانت إيه؟ ناس كتير صدقوه بسبب التفاصيل الدقيقة في كلامه، والبعض شافوا مجرد قصة خيال علمي ذكية جدا. الغريب قال إنكم مش هتقدروا تثبتوا إن كلامي كذب ولا تثبتوا إنه حقيقة. في بقى شوية دلائل بتخلي الناس تصدقوا، زي إن فعلا اتضح إن IBM عنده قدرة خفية لفهم لغات برمجة قديمة وده ما كانش معروف وقتها. بعض توقعاته حصل منها أجزاء بشكل مختلف، زي المراقبة الحكومية، الانقسام السياسي، وأزمات الطاقة. النهاية الغامضة كانت إيه بقى؟ فجأة اختفى، محدش عرف مين هو، لا تأكد إنه كان بيهزر ولا تأكد إنه فعلا من المستقبل. لو جون تايتور كان كذاب فهو أذكى كذاب عرف يستخدم الإنترنت عشان يكتب أسطورة كاملة. ولو كان صادق فإحنا شفنا بعينينا راجل من المستقبل بيحذرنا وإحنا طنشناه. إنت إيه رأيك؟ كان مسافر عبر الزمن ولا مجرد خيال جامح؟